الست اللي في الصورة قدامك دلوقتي كانت بتحب تعتمد دايما على السحرة والمشعوذين في كل أعمال حياتها. حرفيا ما بتاخدش أي خطوة غير لما تشاور العرافة اللي بتتعامل معاها وحكيالها كل أسرارها، وفضلت تضيع وتصرف في أموالها على العرافة دي لحد ما خسرت فلوسها بالكامل. وفي النهاية قامت بقتلها بسبب توقعات غلط قالتها لها، وإن هيحصل معاها حاجات معينة، لكن للأسف ما حصلش ولا حاجة منهم، وكل شيء في حياتها اتدمر. تعال نختصر القصة دي في جملتين تلاتة، بس انت تابع للنهاية وما تنساش الدعم. اولا، الست دي اسمها تانيا نيلسون، وكانت عايشة مع ولادها من غير زوج او اب، وكانت مستقرة في ولاية كاليفورنيا. بدأت تمر بمشاكل كتير في كل امور حياتها. ساعتها فكرت تلجأ للعرافين والناس اللي بتقرا الطالع والنازل والناس اللي بتحكي لك هيحصل معاك ايه بكرة، وخلاف الكلام اللي انتوا عارفينه ده. المهم لما الضغوط النفسية زادت عليها بشكل ملحوظ، بدأ يبقى عندها حب فضول تعرف ايه اللي هيحصل معاها الأيام اللي جاية وهتحل كل مشاكلها دي ازاي. وهنا كانت اتعرفت على واحدة اسمها جاد، ماشية في مجال السحر وبتشتغل عرافة. وفي وقت قصير جدا كانت نشأت ما بينهم صداقة قوية، وأصبحت السيدة تانية بتثق في كلامها ثقة عمياء، وبتعمل كل حاجة هي بتقولها عليها. وبناء عليه بدأت تديها فلوس كتير وهدايا. وصلت لمرحلة إنها بطلت تتعامل مع كل السحرة، وأصبحت هجاد هي العرافة الشخصية المفضلة عندها. وبدأت تشاورها في علاقة عاطفية مرت بيها بعد طلاقها من زوجها الأولاني أبو أولادها. وبرضه كمان بدأت تحكي لها عن أسرار شغلها ومكاسبها وحياتها مع أولادها واللي بيحصل معاهم. واستمرت العرافة تخطط المستقبل وترسم لها الأيام اللي جاية من حياتها، وإيه الخطوات اللي المفروض تعملها. أحيانا الكلام يطلع صح وأحيانا يطلع غلط، لأن الموضوع يعني كان مجرد توقع مش أكتر من كده. في يوم من الأيام خسرت السيدة تانية مبلغ كبير جدا في الشركة اللي كانت فاتحاها، وبسبب الخسارة دي كانت طلبت من هجاد العرافة إن هي تساعدها فورا في حل مشاكلها، وإنها لازم تعوض الخسائر دي بأي شكل من الأشكال في أسرع وقت ممكن. ساعتها العرافة قالت لها علشان تعوضي خسارتك دي لازم تغيري حياتك بالكامل. طلبت منها تبيع البيت والشركة وتروح تعيش في ولاية تانية محدش يعرفها هناك أبدا، وتبدأ حياتها وشغلها من جديد. وبعد كده هتقول لها على الخطوات اللي جاية اللي المفروض تعملها. بعد ما السيدة تانية عملت الكلام ده كله، أخيرا كانت راحت استقرت في ولاية كارولينا، وهناك كانت المفاجأة الكبرى اللي محدش يتوقعها أبدا. باختصار، خسرت كل ما تملك حرفيا، الشركة والبيت اللي اشتريته وفلوسها في البنك وكل حاجة. وصلت لمرحلة إن هي مش لاقية مصاريفها اليومية ليها ولولادها، ومش عارفة تعمل إيه وتتصرف إزاي. ما كانتش مصدقة نفسها والحالة اللي هي وصلت لها. ساعتها برضه ما كانش قدامها غير العرافة هجاد عشان تساعدها في الخروج من المأزق وحياتها ترجع زي الأول. للأسف العرافة قالت لها إن مفيش في إيديها أي حاجة تعملها نهائي. وقتها السيدة تانية افتكرت كل الفلوس اللي كانت بتديها لها والمصاريف الضخمة اللي كانت بتضيعها على الموضوع ده. ساعتها فكرت في الانتقام من العرافة، وإنها لازم تنهي حياتها زي ما هي كمان دمرت مستقبلها ومستقبل أولادها. ومن هنا بدأت تخطط لقتلها من غير ما حد يعرف بالموضوع ده نهائي. وراحت حكت الكلام ده كله لصديق ليها اسمه فليب زامورا، واتفقت معاه ان هو يشارك معاها ويساعدها في قتل العرافة. وراحوا هما الاتنين عند بيتها بالليل متأخر، ونجحوا ان هما يدخلوا جواه من غير ما اي حد يحس بيهم. كل واحد فيهم ماسك سكينة وبيدور في البيت على هجات، لحد اما السيدة تانية دخلت اوضتها ولقيتها نايمة. وساعتها نزلت طعن فيها، وصديقها واقف يتفرج على المشهد ده. طبعا العرافة كانت قاعدة تصرخ في اللحظات دي، وساعتها بنتها أنيتا كانت صحت بسرعة على صوت صراخها، وطلعت تجري على أمها علشان تعرف ايه اللي بيحصل معاها. وقتها السيدة تانية كانت هجمت عليها هي كمان وأنهت حياتها زي أمها، وطلبت من فيليب أثناء قتلها للبنت إن هو يتأكد إن أمها خلاص ماتت. بعد ما الاتنين فرقوا الحياة، كانت السيدة تانية فتشت البيت ده حتة حتة هي وفليب، وسرقوا كل الفلوس والذهب اللي فيه، وأخدت كل المتعلقات. الشرطة قدرت تحدد هوية فيليب فيما بعد من خلال الحمض النووي اللي كان على السكينة اللي استخدمها في القتل، وطبعا كان اعترف بجريمته وأرشد عن السيدة تانية المحرضة يعني للجريمة واللي مشتركة فيها بشكل رئيسي. الاتنين اتحولوا للمحاكمة، وفليب أخد حكم ب50 سنة سجن.
وتانية أخدت حكم بالسجن مدى الحياة. ولحد هنا القصة انتهت. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه، وأهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي. سلام.